قبل كده كان عشان تلاقي الموك اب اللي انت عايزه بتدور في مواقع كتير وتنزل موك ابس كتير وتجربها، وفي الاخر معظمها مش بينفع، وترجع تدور تاني في كذا موقع وتنزل كذا موك اب وبرضه تكتشف ان هو مش شغال. الموضوع ده بياخد وقت وجهد كبير جدا عشان بس تعمل موك اب او حاجه كويسه تبعتها للكلاينت. لكن بأداة واحده من موقع بكدورة تقدر تعدل على موك ابس لكل شيء ممكن يجي في بالك حرفيا: كتب، تيشرتات، هوديز، الباكجز او العلب بالدايلاينز بتاعتها او المقاسات بتاعتها، وبيوريك برضو ازاي بتتفتح وبتتقفل عشان توريها للكلاينت، كراتين البيتزا، برطمانات، شريط الدواء، وحتى برميل البترول. مش عارف مين ممكن يعمل ديزاين لبرميل البترول، بس بجد حاجات كتيرة جدا وكل شيء ممكن فعلا تحتاجه. والريندر عشان الريندر ال 3 دي بجد صعب قوي، بيبقى جوه الموقع عشان لو الجهاز بتاعك ضعيف. فبدون ما اطول عليك تعال نروح الموقع ونكتشف بيعمل ايه. السلام عليكم، ازيك؟ انا كنان عبد الله، والموقع هو موقع بكدورة. الموقع مدفوع لكن اشتراكه رخيص جدا، وانا شايف ان هو مناسب جدا لاي حد بيشتغل جرافيك ديزاينر، وقيمته فعلا عالية هتخلي شغله بروفيشنال. وفي اخر الفيديو هقول لك ازاي ممكن تستخدم الموقع باقل من سعره ده بشكل قانوني طبعا، فاتفرج على الفيديو لاخره. تعال نروح الموقع يعني. طيب ده هو موقع بكدورة. عندهم 3 ادوات رئيسيين: الموك ابس جنريتور، ال 3 دي ديزاين تول، والتمبلتس والدايلاينز جنريتور. بجد الثلاثه مهمين جدا لاي جرافيك ديزاينر. خلينا نبدا بالموك ابس جنريتور. انا مثلا عامل ديزاين لكافيه او براند ايدنتيتي لكافيه، وعايز اوريهم الديزاين ده على المنتجات اللي هم هيعملوها: علبه مثلا قهوه، كوب، الحاجات بتاعه القهوه عامه. فانا رحت ادور على الموك ابس، هلاقي هنا عندي اصلا باكجينج كامل للكافي. هلاقي هنا الكافي باكجينج. لو رحت على الفود اند باكجينج هنزل تحت هلاقي كافي باكجينج. للاسف الموقع ما فيهوش نسخه، يعني ما فيهوش لغه عربيه، فافضل بالانجليزي افضل. وهنا عندي 75 موك اب بس للقهوه، لحاجات القهوه. هنا كيس بلاستيك، دي العلبه او الكان بتاع القهوه، اكواب بانواعها المختلفه. فمثلا انا شايف ان ده مناسب بالنسبه لي، فاختاره واروح على اديت. الميزه في الموقع ان هو سهل جدا، يوزر فريندلي، فانت سهل جدا ان انت تتعلمه وتستخدمه. مش محتاج يكون عندك خبره في الموقع، او مش محتاج وقت عشان تتعلم الادوات اللي فيه. كده عندي الباكج اهيت، احمل بس او ارفع الصوره بتاعتي. هيفتح لي هنا، هختار اد ايمج واروح للصوره بتاعتي وارفع. هنا ظاهر لي الباكج عامله ايه في البريفيو او المعاينه هنا اول ما رفعت الصوره. فهي كده كبيره شويه، انا عايز اصغرها شويه، وهخلي لون العلبة ديت بنفس لون الباك جراوند اللي هي اللون الأسود ده. أنا بس هصغره شوية عشان اللوجو يكون باين هنا بشكل كويس. أي تغيير بتعمله ظاهر لك في المعاينة ديت، وتقدر تكبرها وتصغرها كمان. كده ممكن يكون حلو. فأنا هختار بقى الباكج كولر نفسها. ممكن هنا لون كويس، لكن أنا عايز أختار برضو لون العلبة كاملة، فهروح هنا أختار الباكجينج كولر. حتى بيقترح لي ألوان بالاي اي مناسبة للديزاين اللي أنا حاطه، هو اللون ده. شكل الباكج فعلا حلو قوي. ممكن اغير اللوجو، او حتى اضيف هنا elements جديده، اضيف تكست، اضيف الباكجينج سامبلز ديت او الشعارات بتاعه التغليف، بتبقى دايما على المنتجات، وزي ليبلز كده اقدر استخدمها جاهزه. وبرضو في الانسبيريشن عندي شويه باترنز ممكن استخدمها على الباكج، بس طالما انت عندك الديزاين بتاعك مش لازم تروح هنا. ممكن تستخدمها لو انت مش لاقي ديزاين اصلا. انت ممكن تعمل الديزاين جوه الموقع اصلا، ولكن ده ما فضلوش بصراحه، ما انصحش بيه برضه. فكده كويس بالنسبه لي. انا مش عايز اعمل حاجه، ممكن بس اضيف تكست من الاليمنتس. هروح كده واختار اد تكست، وكده كويس. هروح اعمل بقى سيف. كده بقى عندي الباكج وهي 3 دي اصلا. ده الموك اب. اقدر اغير كمان في التغليف بتاعه اللي هو الكاستم ماتيريال. بروح هنا للبلاستيك واختار التغليف بتاعه حسب ما انا عايز. ممكن اخليه عندي 4 خيارات، وممكن اخصصها برضه. وعندك الميتال جلوسي. شوف ده هيعكس الاضاءة تماما. انت حاول تتحرك عشان تفهم التغليف بتاعك هيبقى عامل ازاي. واقدر انا لو مش عايزه ميتال اصلا، مش عايزه بالملمس ده او بيعكس الضوء كده، ممكن اروح على السيرفس واخلي كاستم، اعمل ماتيريال مخصصة بالنسبة لي ان انا هشيل الميتالنس خالص. كده بقى ورق كرتون عادي، مش هيعمل انعكاسات لان هو ما فيهوش ميتال. طيب ده بالنسبة للماتيريال. ممكن حتى اغير الباك جراوند بتاعتي دي. الباك جراوند نفسها انا ممكن اخليها صورة او جريدينت او لون بس. ممكن اختار الصورة اللي انا عايزها لو كان عندك صورة مناسبة للباكج بتاعتك، لكن انا هختار جريدينت عادي. ممكن اغير بين الالوان ديت لغاية ما اوصل لحاجة انا عايزها. دلوقتي انت عملت الموك اب، عندك كذا خيار ان انت تعمل له اكسبورت بمشهد معين. يعني انت عندك الموك اب 3 دي، فهتغير فيه براحتك، بعدين توصل لشكل معين، بعدين تعمل له اكسبورت. يا اما هتعمل له اكسبورت فيديو. في هنا عندك 9 خيارات للفيديو، ستايلز للفيديو ده. مثلا يتحرك بالشكل ده، بالشكل ده. فهنا عندك 9 وانا شايفهم كلهم مناسبين جدا، وانا بفضل دايما الاول ده والاخير ده. كمان وانت بتعمل اكسبورت للفيديو ده تقدر تصدره يا اما مربع يا اما
فيرتيكال او فيديو طويل، او 16:9 فيديو طبيعي عادي، او 4:3 حسب الريشيو اللي انت عايزه او حسب ابعاد الفيديو اللي انت عايزه. يا اما عندك خيار تالت وده اللي بفضله، هو انك تعمل سين او مشهد 3D كامل للموك اب ده. تعال نشوف ازاي. فهعمل اكس. ممكن توصل لل 3D تول ديت من الهوم بيج بتاعه الموقع، او وانت بتعمل الموك اب عندك هنا الخيار بتاع ال 3D ديزاين، فانا هختاره. هيفتح لي في تاب جديده. الموقع شويه تقيل، وكمان انا بصور الشاشه والشاشه اصلا 4K. دي بقى ده ال 3D ديزاين. بجد الموضوع هنا بيوصل لمرحله متقدمه قوي وتخصص، تقدر تعمل كل حاجه انت عايزها. هنا انت بقى مشهد 3D، غير بقى في المكان بتاعك، غير في الفيو بتاعك، غير في الفيو بتاع المنتج نفسه. عندك بقى الابعاد الثلاثه، الاكس والواي والزد مثلا كده. وانت شايف الباك جراوند هنا وفي ظل، ممكن تصغر كمان شويه، اصغر كمان شويه. وعندك هنا السينز، عندك مشاهد كتيره. مثلا برودكت واحد، مثلا عندك الشكل ده، مثلا يبقوا ثلاثة، فانا اختار مثلا ان هم يبقوا ثلاثة من نفس الباكج. سيبك من الفيو هنا، هيعمل لك بس نفس الفيو ده على الباكج اللي انت عامله زي كده. عندك بقى مشاهد هنا كتير جدا. طيب مثلا انا عاجبني ده، وممكن احط قهوة، شوية قهوة هنا. لا، ممكن في احسن. عندك مشاهد كتير جدا. طيب ده حلو قوي، ده بتاع قهوة وانا شايفه تحفة، فاختاره. عملت السين ده. وخد بالك ان هنا كل حاجة تقدر تعدل لونها وتغيرها. ده مشهد 3D كامل. بس الموضوع هنا اسهل، مش زي ال 3D بتاع مثلا بلندر، مش زي ال 3D اللي في سينما 4D. لا، الموضوع هنا يوزر فريندلي وسهل جدا. مثلا انا عايز اغير لون الكوب ده، فهختار اللون من هنا، هختار الكوب، واقدر برضو اغير مكانه واعمل فيه كل حاجة. اخترته، بس هغير لونه. انا شايف مكانه بالنسبة لي مناسب، هغير بس اللون، اخليه نفس لون الباكج اللي هو اللون الاسود. كمان الاطباق دي ممكن بقى احط عناصر او اوبجكتس جديده في المشهد ده. مثلا هروح على اسيتس من هنا، وكان في قهوه تحت. انا فاكر ان كان في قهوه، فاروح اجيبها واحطها ممكن هنا. طيب هضيف القهوه، اد، هضغط عليها بس. طيب ضاف لي القهوه هنا، غير بقى مكانها، احطها هنا فوق على الطاوله او ايا كانت الحاجه ديت، وهاجي فوق شويه. وبرده هلفها كده، واقدر برضو اعمل زوم كده بالسكرول ويل بتاعه الماوس. وفي النص هنا الفري موف، ان انا اغير مكانها. الموضوع حاجه بجد سهل قوي، مش محتاج ان انت تتعلم اي حاجه، بس عندك نظرة عايز تعملها فبتنفذها وبسهولة، بسهولة جدا. طيب دي الكافي بينز. انا ممكن بقى اغير الباك جراوند. المشهد كده عجبني شوية، هروح بقى للباك جراوند. مثلا اخليه كده، اغير برضو، اقدر اختار باك جراوند لون او صورة او جريدينت براحتي. انا ما جربتش الصورة بصراحة، انا مش مجهز الصورة، فمش عارف هتبقى عاملة ازاي الصورة. انا شايفه كده مناسب، وبرضو عشان ده مشهد 3D فاقدر اتحكم في الاضاءة من اللايتنينج. هي عندي خيارات، واقدر برضو اخصصها. انا بختار من الخيارات ديت مثلا سيلكي مون لايت. طيب ده عجبني، ممكن اعدل فيه اكتر في الادفانسد. وطبعا ده مش المشهد النهائي، انا لما اعمل ريندر هيضيف لي الظلال بشكل مظبوط اكتر، ويضيف لي تفاصيل. اقدر برضو اغير في الفيو بتاع ده، ممكن عايز اجيبه كده شوية. انا شايف كده عجبني. فاعمل بقى سوبر ريندر. وهنا عندي خيارات برضو، اختار الريشيو او الابعاد بتاعه الصوره، وهل هي بي ان جي و 4K ولا 2K. وبعدين اعمل اكسبورت، هختار كده واعمل اكسبورت. فالحاجات اللي تقدر تعملها في الديزاينز بتاعتك بال 3D تول ديت بس، بجد هتخلي شغلك بروفيشنال. عندك اسيتس كتير جدا لاي حاجه ممكن تحتاجها. تقدر تضيف الصور اللي انت عايزها، الاوبجكتس اللي انت عايزها، يخليها لك برضو 3D. فده شيء بجد بجد رائع، ان هو مصمم بس للحاجه اللي انت بتعملها، انك تظهر الشغل او الديزاين بتاعك بشكل حلو. الريندر طبعا بيتم جوه الموقع، مش في الجهاز بتاعك. خلينا ندور على موك ابس تانية. مثلا انا عايز اعمل موك اب لتيشيرت، هروح هنا في الاذرز، هنا التيشيرتس دي موك ابس برضو. التيشيرتات تقدر تاخدها برضو وتعمل لها مشاهد 3D، وتضيف اسيتس، وتضيف بقى الاسيتس او عناصر هتخلي لك المشهد بتاعك احسن. فالموضوع بجد ملوش حدود هنا، انت وابداعك. عندي للهوديز، ده موك اب بس، وانت هتغير لونه وتعمل كل حاجة انت عايزها فيه. بيزنس كاردز، الباكجينج. مش قادر اتخيل حاجة ممكن احتاجها مش موجودة يعني. شنط. حتى في جزء خاص للكوزمتيك جارز او مستحضرات التجميل، حاجات مستحضرات التجميل. هتلاقي برضو الكانز. حتى كتب لك هنا دي جلاس، بيكتب لك على كل حاجة اذا كانت هي جلاس ولا بلاستيك ولا ايه. فاقرأ برضو، اقرأ العنوان اللي تحت. خلص اكسبورت للحاجة اللي انا كنت عاملها، فهفتحها. ودي الصورة النهائية. بجد تفاصيل كتير قوي مهما عملت زوم. ودي طبعا جودة 4K.
لو كنت ضفت صورة كانت هتبقى احسن بكتير، ولكن بالنسبة لي النتيجة كافية جدا. حاجة عايز اجربها برضو هي الايفون. ممكن اروح على others وهنا الاقي ايفون موك ابس. مثلا اختار ايفون 15، اعمل edit. عايز اضيف صورة معينة، هوريك ازاي ممكن تستخدم الفيديوز اللي فيه انك تعمل حاجات هتفيدك في شغل تاني مش بس الديزاين ده، لان مشاهد الفيديوهات اللي تقدر تعملها على الموك اب بجد شكلها حلو قوي. هرفع الصورة بتاعتي، هي ديت لابلكيشن كنت عامل الديزاين بتاعه قبل كده. يعني هي الصورة مش متجهزة، بس انا هكبرها لغاية ما تبقى ظابطة كده كده. بس سكرين شوت للابلكيشن، بعدين هروح اعمل سيف. اقدر طبعا اغير لون الايفون ده براحتي، لكن انا عايز اروح للفيديوز. اقدر طبعا اغير لون الايفون ده، بس انا عايز اعمل حاجه معينه. هعمل سوبر اكسبورت واختار فيديو عايزه 16:9. هو ده هعمل له اكسبورت عشان اوريه لك. اي حاجه بتعمل لها اكسبورت بتبقى ظاهره هنا طبعا في التاسكس بتاعه البرنامج. خلص ونزل، فهنزله كده. وده هو الفيديو النهائي بقى. ممكن استخدمه في ان انا اعمل اعلان لابلكيشن معين، واضيف هنا التكست اللي انا عايزه، وبرضه اقدر اغير الباك جراوند واحط صوره او كده. الحاجات اللي تقدر تعملها او كميه الموك ابس اللي موجوده، البوتنشال بتاعها تقدر تعمل بيه اي حاجه انت وابداعك حرفيا. كمان حاجه مهمه قوي للناس اللي بتشتغل في حاجه الطباعه هي الداي لاينز او الداي كات بتاعه الباكجز. انت مثلا مطلوب ان انت تصمم علبه منتج، ما بتبقاش عارف تحط الديزاين على ايه، العلبه مش قدامك، مفيش مقاسات ثابته. لكن الموقع مقدم لك هنا كل حاجة حرفيا. نفس عدد الموك ابس ديت موجود لكل الحاجات اللي ممكن تطبع، او الكراتين او البوكسز دي. ودي الداي كاتس بتاعتها. مثلا اي علبة، بس انا عايز اوريك ازاي هو بيوريك بتتقفل وتتفتح ازاي. مثال بسيط. دي بقى الداي كاتس بتاعتك او الداي لاينز بتاعتك اللي انت ممكن تنزلها عادي اي اي فايل او بي دي اف، وتعمل ديزاين عليها، بعدين ترجع تحط الموك اب هنا. انت تقدر تغير في السايز بتاعها طبعا، وتغير في لون الماتيريال. مثلا خليه كده احسن. وهنا عندك برضو البريفيو، وتقدر بالسلايدر ده تشوفها وهي بتتفتح وتتقفل. ده بس الداي كات. ممكن بقى اروح للديزاين اونلاين. عندي العلبة اهي، برضو اقدر اضيف الديزاين بتاعي هنا واعمل الموك اب. والافضل هنا ان انت تشوف هي بتتقفل وتتفتح ازاي بالسلايدر ده بس. كلوز واوبن. خلينا نصغر الاول. طبعا الحركة مش سموث عشان اللابتوب تقيل قوي، انا مشغل كذا حاجة مع بعض كده. هيتفتح ويتقفل، وهي الكرتونة عبارة عن اهي. فده شكل العلبة من بعيد قوي كده، ده شكل الكرتونة وهي مش متطبقة. وتقدر بالسلايدر تسحب كده تشوف هي هتتقفل ازاي. والقفلة دي بقى لما تحط الديزاين عليها هتبقى برضو تقدر تعملها كده. والفيديوز اللي موجودة فيها القفلة دي عشان توري الكلاينت الباكج هتتقفل وتتفتح ازاي. فهو فيديو كامل، والحركة دي بتحصل بسموث اكتر. تقريبا بس كده. طبعا الموقع فيه حاجات تانية مختلفة هتساعدك وهتفيدك جدا. موكابز كتير لكل حاجة ممكن تتخيلها. انصحك ان انت تفتحه كده وتشوف الموكابز اللي موجودة والحاجات اللي ممكن تفيدك وتساعدك وتخلي شغلك احترافي اكتر. طيب الموقع اشتراكه السنوي في الشهر $5، لكن بالبرومو كود ده كنان هتاخد خصم 20% على الاشتراك ده. هيقف عليك الموقع في الشهر تقريبا بأقل من 200 جنيه، وده أنا شايفه سعر مناسب جدا لأي حد بيشتغل في المجال ده. طبعا مقابل القيمة اللي هياخدها من الموقع إن هو هيساعده في شغل كتير جدا وهيخلي شغله بروفيشنال. فاستخدم البرومو كود ده، ولو فدتك في الفيديو ده متنساش تعمل لي سبسكرايب، الموضوع بيفرق معايا جدا. وسلام.